برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير، معاكم رحمة أحمد في حلقة جديدة من برنامج الرجالة تحت الميكروسكوب على راديو برونتو اف ام. النهاردة فتحنا ملف جديد، ملف الصمت. ليه الراجل لما بيزعل بيسكت على عكس الست؟ هو بيبقى تقريبا في حالة الهدوء اللي بيسبق الإعصار. فهل هو بارد ولا عاقل ولا مش عارف يتكلم أصلا؟ تعالوا نحط الموضوع تحت الميكروسكوب ونحلله واحدة واحدة. السيناريو الشهير، هي بتزعق، بتشرح، بتعاتب وهو ساكت كأنه بيحضر لمفاجأة مثلا، أو بيحاول يفتكر هي بتتكلم عن إيه. الست بتتكلم لما بتتضايق، وده طبيعي إنها بتعبر عن غضبها، لكن الراجل بيعمل العكس تماما. دماغ الراجل بتشتغل بمنطق مختلف لما بيتوتر مثلا، ما بيعرفش يطلع مشاعره بالكلام، خصوصا لو اتربى من وهو صغير إن الرجولة معناها ما تعيطش، ما تضعفش، ما تتكلمش في وجعك. فالصمت بيبقى بالنسبة له حل آمن، مش معناه إنه مش متضايق، بالعكس ممكن يكون متكسر من جوه، بس هو مش متعود يشرح ولا يعرف يعبر بالكلام زي الست. هو عموما الصمت مش غلط، بس كمان مش دايما صح. لما الراجل يسكت والست ما تفهمش هو بيفكر في إيه، المسافة بينهم بتكبر، وكل واحد بيبدأ يفسر على مزاجه، وده أخطر حاجة في العلاقات. هو فاكر إنه بيسكت علشان يعدي الأمور بسلام، وهي فاكرة إنه بيسكت علشان مش فارق معاه. والحقيقة ولا ده صح ولا ده غلط، بس اللي ناقص بينهم هو الترجمة. النهاردة بعد ما فحصنا الحالة بدقة تحت الميكروسكوب، نقدر نقول الراجل ما بيسكتش لأنه مش بيحب، بيسكت لأنه مش متعود يشرح، لكن الحب محتاج صوت ولو بسيط. دلوقتي هسيبكم مع سؤال حلقتنا النهاردة، هو ليه الراجل بيفضل السكوت أغلب الوقت؟ هستنى إجاباتكم، تعليقاتكم، آرائكم. استنوني في حلقة جديدة من برنامج الرجالة تحت الميكروسكوب على راديو برونتو اف ام. كانت معاكم رحمة أحمد.